مساء الخير، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ قبل ما حد يعلي عليا او اي حاجه، انا اصغر اخواتي، فلما اتكلم على الاخ الصغير كله ياخد مني الكلام ويقول ليه؟ لان انا جاي من هناك، يعني انا الصغير، فانت مش هتعلي، يعني ما تاخدش وتدي معايا في وجهه نظرك في حاجه انا بقالي 35 سنه عايشها. اللي اخترع فكره ان الاخ الصغير هو اخر العنقود وهو المدلع وهو اللي على الحجر وهو بتاع ده، عباره عن اخ وسطاني بيستلقم، اخ وسطاني عايز يلبس الصغير، وكده كده الكبير بيبقى الملاك البريء بتاع البيت، فالاخ الوسطاني نعم شغل يهود. الاخ الصغير ده اكتر واحد معذب في العيله، وعلى فكره تيجي تفكر في الاخ الصغير هتلاقيه اذكى واحد في البيت. ليه؟ عشان هو اتولد عامل زي، يعني سوري في اللفظ، الكلب البلدي، اللي هو انا لازم انجو، انا لازم الاقي اكل في وسط الناس الكبيره دي، انا سرفايفل مود اون من وانا لسه في اللفه، انا بلعب ببواقي حاجتهم، انا باكل بواقي، كله كبير، كله ممكن يدوسوا عليك وانت صغير وانت ماشي، فانت بتتولد عندك غريزه البقاء وغريزه ان انا لازم ادور وبنفسي، فبتبقى انت يعني انت لما بتكبر زي حالتي كده، انت اللي بتشيل الطين كله بتاع البيت كله. ليه؟ لان هم متعودين ان ده اللي بيسلك، ده اللي غلبان وهيعرف يتصرف. مثلا اديك مثال، انا في العربيه راكب جنب السواق، ليه؟ عشان بنت اختي بتتعلم سواقه. بتتعلم على ايه؟ على عربيتي. ليه؟ اصل انت خالها، ما ينفعش، واحنا سننا قريب من بعض، فانا مش، طب انا خالك اسما بس احنا سننا قريب، طب بتقولي لي خالو؟ لا، بتندهلي باسمي، لكن معلش تتعلم على عربيتك، وانت اللي انزل معاه، عشان يوم ما تحصل حادثه او تتخبط انت اللي تتلام، انت الكبير، انت سايب العيال هي اللي تسوق. يعني انت، يعني ده ينفع؟ ده مثال، ده مثال صغير. ولاد اخواتي لما بيتمرنوا كاراتيه، مين اللي بيجيبهم؟ انا. معلش كنت بصور فيديو عادي، واحد بيصور فيديو بس الخط فصل. ليه؟ عشان اختي بتتصل تطمن على بنتها اللي من على موبايل، لا تبرجلها وهي سايقه. فاهم انت؟ فانت كاخ صغير انت عباره عن الباسكت اللي بنرمي عليه اي لوم واي عتاب، اي حاجه تضيع في البيت. يعني انا قلتها زمان وبقولها تاني، انا لو ريموت التلفزيون ضاع وانا مثلا بصيف في الساحل، بابا في القاهره هيلومني انا، مش هيلوم اخويا اللي قاعد جنبه الوسطاني. الوسطاني اللي ما بيتلمش عامه، عشان تبقى انت فاهم، الاخ الوسطاني ده ما بيتلمش على حاجه، وده بياخد قرارات البيت كلها، بس اول واحد بيقول براحتكم، ويبدا يزق ده وده 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 عشان يوصل للي هو عايزه. الاخ الوسطاني ده اكتر واحد ليه حظ في البيت في كل حاجه. الصغير دايما انت مطالب تحترم الكبير، ما اختلفناش، الكبير انت مطالب تعطف على الصغير، احنا الوسطاني مطالب بايه؟ ولا حاجه، موين امورك، مشي امورك، عيش كويس. فنرجع تاني بقى لفكره الاخ الصغير، انا هتكلم عن نفسي معلش، اللي يجي يقول لك انت الصغير وانت المدلع، قول له اديني اماره. متدلع، انا اتولدت وهم كبار، و90% من الاخوات الصغيرين اللي انا عارفهم في حياتي جايين غلطه زي حالاتي كده. ما انا عايز افهمك حاجه، لما تلاقي الفرق بينك وبين الكبير معدي ال10 سنين، صدقني مفيش كابل في الدنيا، انا راجل اهو لسه متجوز جديد، مفيش كابل في الدنيا متجوز بيخلف واحد وبعد 10 سنين يفكر احنا نعيد التجربه تاني، وما نعرفش ننام ولا نصحى ولا ناكل ولا نشرب ونشتري بامبرز ونحط البامبرز على الرخامه بتاعت الحمام تقلب ريحه الحمام. مين بعد 10 سنين خلف واحد وجرب كل حاجه وابنه بقى قده؟ طب ماشي، هما بيخلفوا بدري عشان الواد يجري معاك وتلحق تجري مع ابنك ويقف جنبك، بعد 10 سنين ليه؟ بتجيبه ليه؟ ف 90% من الاخ الصغير ده بيبقى غلطه، حضرتك انت جاي غلطه. او في حاله تانية شفتها مضحكه جدا، واحد صاحبي جاي ليه؟ عشان مامته تربط ابوه بعيل عشان ما يتجوزش عليها او يطلقها. قصه كده كبيره يعني. فالكبير كان مش عارف مسافر بره، فعايزين يربطوا بعيل برضه، يعني جه رابطه. تخيل انت، مجيتك يا غلطه يا باتكس. يا حاجه جلو ان هنربط الاب بيك، انا هجيبك اقدر، يعني انت اصلا مجيتك يا غلطه وكله متفاجئ، يا اما انت مقدر ابوك اللي هو الحمد لله على السلامه يا ابن الكلب. فاهم قصدي؟ فما حدش يجي يقول لي بقى الاخ الصغير متدلع، فين متدلع؟ ما حدش فاضيله. انت اتولدت، ابوك وامك كبار جدا، اخوك كبير بيخلص حاجات ناس كبيره، بتلعب ببواقي لعبه، بتلبس بقيه حاجته، بيخلف، انت اللي بتشيل ابنه. فاعتقوا الاخ الصغير شويه من الاسطوره بتاعت ان هو المتدلع وهو اللي عامل، وادوا له فرصه يشوف مستقبله، وما تدلوش بقى تجربتكم بقى لها 10 سنين، مصر كلها عملتها، سيبه يجرب تجربه تانيه، يعني سيبه يبدا تجربه تانيه، يشوف حاله بقى ويعمل ويسوي. وبعدين في حاجه تانيه كاخ صغير عايز اقولها، احنا بنكبر زيكم، يعني انا اخوك الصغير ويا بابا انا الصغير في البيت لكن انا بكبر برضو، يعني انا ما ينفعش نبقى قاعدين في عزومه عائليه واتعامل ان انا الصغير، اللي هو انت العيل، اللي عيل ايه، عندي 35 سنه بقيت بحلق الجناب زياده عشان الشعر ابيض، فما ينفع، يعني ادولنا وضعنا برضو.
الواحد اتخرج واشتغل بقى له 10 سنين شغال وبتاع. اديني وضعي في القعده، ما تعاملنيش بقى كعيل. انتوا العيال كمان بقى ليها راي. حضرتك 35 سنه، انا الصغير في البطاقه، لكن انا من جوه كبير، انا من جوه مسن اصلا. انا عادي بحط موف زيكم لما ظهري يوجعني. انا ما بقى يعني انا خلاص بقيت لما اوطي اشيل حاجه بوطي بركبي عشان ظهري بيوجع، انت فاهم؟ فاحنا كمان بنكبر والله. بالراحه بالراحه، كفايه ظلم.